نهار العرس ديال رانيا كلشي كان فرحان، والديها ما قداهمش الارض لان اخيرا بنتهم غادي تتزوج. ولكن غادي نقول لكم حبسوا هنايا، لان هذا العرس غادي يسالي بواحد الكارثه، واحد المصيبه اللي هي كبيره، لان رانيا اللي عندها العرس غادي تحماق وغادي يهرب لها العقل، والسبب في هذا الشيء كامل هو الحنه ديال العرس. اما ملي غادي تعرفوا شكون اللي دار لها هذا الشيء فعقلكم غادي يتخربق. اخوان، احداث هذه القصه حقيقيه وعودتهم ديال الام ديال رانيا، داكشي علاش بغيتكم تتابعوا معايا حتى الاخر، لان هذا الشيء اللي جاي في هذه القصه غادي يخربق لكم الدماغ. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم بغيت ناكد على واحد الحاجه، ان السيده اللي عاودت لي هذه القصه بنتها هي اللي وقع لها هذا الشيء كامل، فبغيتني نبارطاجيها معكم وتاخذوا منها العبره والفائده. حتى لهنا غادي نقول لك سير جيب شي كويس القهوه، وما تنساش الهاشتاغ ديالنا قصه وعبره. اي واحد تيشوف فيا ينزل ويخليه في كومونتير، ونبداو هذا الفيديو على بركه الله. احداث هذه القصه تبداو بالضبط من مدينه الخميسات، مع واحد البنت اللي كان الاسم ديالها رانيا، عندها 20 عام، عايشه مع والديها، وكانوا عندها اخواتها اللي هما كبار، وكانوا كاملهم مزوجين. فهاد البنت رانيا كانت باقي تقرا وعايشه واحد الحياه بسيطه مع عائلتها، بحكم ان الاب ديالها متقاعد والام ديالها غرابه بيت. فواحد النهار رانيا غادي يخسر لها التليفون، وغادي تمشي عند واحد السيد اللي كاين في الخميسات باش تصاوب التليفون ديالها. فعلا غادي توصل للمحل، غادي تلقى داك السيد غادي تعطيه التليفون ديالها باش يصاوبوا لها. وهاد الدري اللي كان في داك المحل كان سميتو علي. علي كان واحد الانسان اللي لاباس عليه وملعق، وكان عنده بزاف ديال المحلات، ماشي غير في مدينه الخميسات، ولكن كان عنده محلات في الدار البيضاء، في مراكش. وهذا السيد اللي سميتو علي كان تيعمر بزاف في داك المحل ديال الخميسات. فاون فوا غادي يشوف رانيا غادي تعجبو، كانت تبان ليه واحد الانسان اللي هي خلوقه وزويونه وغزاله، غادي تدخل ليه لخاطرو. ولكن علي ما غاديش يبين لها هذا الشيء كامل، غادي يشد عندها التليفون ديالها وغادي يقول لها من دابا واحد اليومين ونرجع ليه. فدازت هذيك اليومين، رانيا غادي ترجع للمحل باش تشد تليفونها. فعلا غادي تلقاها تصوب، وعلي غادي يعطيها تليفونها، غترجع في حالتها. ولكن واحد الحاجه غادي توقع اللي ما غاديش ترد لها رانيا البال. علي كان تابع رانيا في الزنقه، بغى يعرف فين ساكنه، لانه في الحقيقه هو كان باغيها للزواج، كان باغي يتزوج بها. فهنا علي غادي يبقى تابعها حتى غادي تبان ليه دخلات لواحد الدار. وهنا علي غادي يبدا تيدير لونكيت ديالو، غادي يبدا تيسول على عائلتها، شكون هو باها، شكون هي امها، وغادي يلقاو واحد العائله اللي متخلقين ومربين. وهنا غادي يقول هذيك البنت غادي تكون ليا. فعلي غادي يمشي عند الام ديالو وغادي يقول لها الوالده راني لقيت بنت الناس، صافي ولدك بغى يتزوج. فالام بطبيعه الحال غادي تقول له من غدا ولدي انا غادي نمشي نخطب لك هذيك البنت. ففعلا ما غاديش يدوز اسبوع على هذا الشيء، غادي يمشي علي والعائله ديالو باش يخطبوا رانيا. فعلي غادي يريح مع بات العروسه اللي هي رانيا، وغادي يقول ليه اسمع مزيان يا عمي، بنتك معايا ما غادي يخصها حتى شي خير، انا فقط كنت نقلب على شي بنت الناس وراني لقيتها. وهنا الاب ديال رانيا غادي يقول ليه بنتي لا قبلاك انا ما غادي نزيدكم غير الخير. فالاب ديال رانيا غادي يمشي عندها وغادي يقول لها اسمعي مزيانه بنتي، سنه الحياه هي الزواج، وهذا الدري راه جاي يخطبك، فإلا بغيتيه قوليها ليا ورانا ما غادي نزيدكم غير الخير. البنت غادي تحضر عينيها وغادي يقول للاب السكوت علامه الرضا، وغادي يقول لعلي البنت راه قابله. وهنا غادي يحددوا الموعد ديال الخطبه والموعد ديال العقد. فرانيا غادي تفرح وما غاديش قدها الارض، لانها تتقول اخيرا جا شي ولد الناس تقبى ودارنا وباغيني الحلال. فرحات لواحد الدرجه كبيره. فاول حاجه دارتها هي غادي تدور لصحاباتها سعاد وبشرى، وغادي تعلمهم بداك الشيء اللي وقع. فصحاباتها قالوا لها شوفي العشيه غادي نجيو عندك ونريحوا معاك ونقرقبوا لنا وتعاودي لنا على هذا السيد شنو عنده كي داير، واش زوين واش بوغوس، وانتم راكم عارفين البنات كيف دايرين. فغادي توصل العشيه، فبشرى وسعاد غادي يجيو عند رانيا للدار وغادي يعمروا واحد البراد تاتاي وغادي يبداو تيقرقبوا الناب شكون هو هذا علي شنو تيجي في الحياه. رانيا غادي تبدا تتعاود لهم على هذا الشيء كامل. ولكن غادي تلاحظ واحد الحاجه اللي في شكل ان بشرى ما كانتش فرحانه ليها بعد سعاد، كانت ساكته وغير تتصنت. فهنا غادي تقول لها رانيا شتك بحال ما عجبكش الحال ولا ما ديتيش معنا وجبتي معنا في الهضره، ياك ما مريضه ولا بك شي حاجه. ولكن بشرى غادي تسكت وما غادي تقول والو حتى واحد اللحظه، وغادي تقول لها راه راني كرشي بغيت نمشي في حالتي للدار. واخا هكاك رانيا ما غاديش ترد لخاطرها، وغادي تقول فعلا ان صاحبتي بشرى ضرها شي حاجه ولا ان المورال ديالها ماشي هو هذاك. ففي الفتره ديال الخطوبه رانيا غادي تبدا تخرج مع علي، وهنا غتبدا قصه الحب ديالهم. هنا غتولي تعجب بهذاك الدري ولا تيبان لها هو الرجل ديال المستقبل، غتبدا تحبو. وحتى علي غتولي تبان لها ديك البنت هي كلشي في حياته. فكانوا تيتسناو غير يبدا يجي النهار ويجروا عرسهم ويتجمعوا بمره. ولكن اللي ما كانوش عارفين هاد الجوج ان داكشي اللي تيتسناهم غادي يقرب لهم الحياه ديالهم. فوصلت الوقيته اللي رانيا وعلي طيحوا العقد ديالهم والعرس ما بقى ليه والو. وانتم تتعرفوا ان الطقوس المغربيه والثقافه ديالنا كاينه واحد الليله تديها العروسه اللي قبل من العرس اللي تنقولوا لها حنايا كاملين
الليله ديال الحنه تيتجمعوا فيها غير العيالات وتيحنيو العروسه. فهنا رانيا غتعيط لصحاباتها اللي هما بشرى وسعاد باش يحضروا لديك الليله الحنه ويضحكوا وينشطوا مع بعضياتهم. ففعلا داكشي اللي غادي يوقع، فغتجي النقاشه اللي بتحني للعروسه، غادي تحني ليها ديزا الاموريه هذيك كلشي ضاحك وناشط. فمنين سال داكشي كاملو، هنا الام ديال رانيا تتقلب على الزيف اللي مسحوا به العروسه رانيا، اللي مسحوا به الحنه، كانت تتقلب عليه. فسولت النقاشه وهي تقول لها فين هو داك الزيف باش مسحتي لبنتي؟ قالت لها راه الزيف كان محطوط غير هنايا راني ما لقيتوش. هنا غتبقى الام تتقلب بلاصه بلاصه، هي والنقاشه ما خلاو حتى بلاصه في الدار، بحكم ان الناس كاملهم خرجوا فقلبوا الدار كامله. الزيف ديال العروسه اللي تيمسحوا به البلاصه اللي نقشوا ليها راه ما لقاوش. الام دراها هادشي في الراس وهي تشوف في النقاشه، قالت لها راه هاد الزيف الا خرج من الدار وهزو شي واحد لبنتي راه تقدر توقع مصيبه. انا عارف ان بزاف الناس باقي ما فاهميش، ولكن بغيتكم تكملوا معايا الاحداث ديال القصه حيت داكشي اللي جاي راه غادي يخرق لكم الدماغ. فكاع العيالات اللي كانوا معروضين في ديك ليله الحنه مشاو في حالاتهم، وليلى دخلت لبيتها تدوي في ابيل مع الرجل ديال المستقبل اللي هو علي. وهنا الام غتمشي تريح في واحد البيت اللي كاين في الدار، وخواتات العروسه اللي كانوا مزوجين حتى هما كانوا بايتين ديك الليله في الدار. فغادي يمشيو عند الام ديالهم وغادي يقولوا لها واش الزيف ديال العروسه اللي تمسحوا به الحنه واش حيدتي واش باقي عندك؟ هنا الام غادي تقرر باش تسكت وما تقول حتى شي حاجه، حيت عارفه ان الا مشات قالت لبناتها ان داك الزيف داز من الدار وخرجوا هزاتو شي وحده راه غادي تنوض القريقه في الدار. فقالت لهم راه هو عندي وراني مخبيها. هنا الام غتمشي بتحط راسها باش تنعس، ولكن الناس ما باش يديها، كل ساعه تفكر تقول شكون هي اللي هزات الزيف، ياك ماشي وحده ناويه دير شي حاجه لبنتي. الليل كامل ما داهاش الناس، ولكن اللي ما كانتش عارفه الام ديال رانيا ان داكشي اللي غادي يوقع لبنتها غادي يخليها تبكي عليها لمده سنوات. فغادي يوصل النهار ديال العرس كلشي كان فرحان. علي ما قداش الارض لانه اخيرا غادي يتزوج بالبنت اللي بغى عليه القلب ديالو، ولكن كاين واحد الشخص اللي ما فرحانش في داك العرس. فشكون هو؟ هي رانيا. رانيا كانت تيبانو عينيها بحال دابلين وعقلها بحال ما كاينش مع داك العرس، كانت تبان انها مخلوعه مستريسيه ما عرفاش حتى اش تقول، الا دوا معها شي واحد تتبقى تدخل في الهضره. فعلي جا هادشي عادي، تيقول واقيلا البنت غير مخلوعه ستريس ديال العرس، ولكن اللي ما عاديش هو ان رانيا غير ما غاديش تبدا تزيد فيه في هذا العرس، جالسه في البلاصه ديال العروسه ويديها ما زاكينش غير تطرطق في صباعها. لواحد اللحظه علي غادي يحط يدي عليها وغادي تحيد عليه. المصور جا تيصور فيها، وهنا غادي يلاحظ كلشي كاع دوك الناس اللي جالسين وسط العرس ان رانيا عينيها غادي ينزلوا بالدموع. واش هادو دموع فرح ولا شي حاجه اخرى؟ وباش نزيد نحطكم في الصوره ان رانيا عرضت على صحابتها بجوج، سعاد وبشرى، ولكن بشرى ما جاتش لانها قالت لها عيانه ومريضه. علاش ما جاتش الله اعلم. فغادي يسالي العرس كل واحد غادي يمشي في حاله. فرانيا معوله تدوز شهر العسل هي وراجلها في طنجه، ولكن كانت تبان انها حزينه، كانت تبان انها مقلقه. الام ديالها كانت تشوف فيها وتقول واحد الحاجه في راسها، داك الزيف ديال الحنه شكون يداه؟ لان بكل صراحه الام ديال رانيا بدات تتحس بشي حاجه ماشي هي هذيك. بنتها ما كانتش فرحانه نهار العرس وكانت تبان ستريسيه، وحتى انها غير تبكي وسط العرس. هادشي تيبين لها حاجه وحده، تيبين لها ياك ما بنتها دارت ليها شي وحده شي حاجه. فعلي غادي يجي مار الطوموبيل وغادي يركب حداه الزوجه الحنون، البنت اللي تيبغي وتيتصدى عليها، وغادي يديماريو وغادي يشدوا الطريق لطنجه. فغادي يوصلوا للوطيل اللي ديجا شادين وغادي يطلعوا للشومبر ديالهم باش ينعسوا لان الطريق كانت طويله بزاف. ولكن ما غاديش يدوز بزاف ديال الوقت حتى الام ديال رانيا غادي يوصلها واحد الاتصال، واحد السيد اللي تيقول لها عتقيني راه بنتك تصدات وهرب ليها العقل، راه بدات تقطع في حوايجها وتتقول لها شكون انت؟ انا راه ما تنعرفكش، عطيني باتساع. شكون يدور بطبيعه الحال الام ديال رانيا؟ هو راجل بنتها علي اللي كان تيدوي مع الام ديال رانيا. الام ديال رانيا في ديك اللحظه غير ساكته وتتصنت لان بدات تتبان لها الحقيقه، لانها كانت حاسه من النهار الاول منين خبر داك الزيف ديال الحنه من ليله الحنه ديال بنتها، كانت حاسه ان غتوقع شي مصيبه ولا شي كارثه في المستقبل، حيت داك الزيف ما يمكن ليهش يغبر الا الا كان محتاج لشي واحد يدير به شي خدمه. فالام ديال رانيا غادي تشد الطريق هي وراجلها وحتى بناتها غادي يطلعوا لطنجه باش يشوفوا شنو هي ديك الحاله اللي وصلت لها بنتها. فعلا غادي يلقاو بنتها سد عليها في داك البيت في الشومبر في الوطيل وهي في واحد الحاله اللي خايبه بزاف، عينيها غير تنزلوا من الدموع لدرجه انها ما قدراش حتى تعرف على والديها، ما عرفه باقي حتى شي واحد، وراجلها اللي تزوج بها ما عرفه والو، تدخل في الهضره بحال شي واحد اللي هرب ليه الدماغ.
ففي هاد اللحظه بالضبط الام ديال رانيا غادي تقرر باش تعترف بالصراحه وتقول كاع داكشي اللي وقع لبناتها وراجل بنتها وحتى راجلها، وغتقول لهم اسمعوا مزيان، راه في ليله الحنه ديال رانيا الزيف ديال الحنه غبره من الدار مشى. هنا البنات غير سمعوا هذاك الشيء وما يدوروا في فمهم، بداو تيغوطوا عليها، قالوا لا ما يمكنش هذاك الزيف يمشي يتم على فين كان عقلك انت وزيدون حنا راه سولناك وقلنا لك واش حيدتي وقلتي لنا راه حيدتو. انا الام قالت لهم ما بغيتش نخلعكم ابناتي وما بغيتش نسبق الاحداث، ولكن اللي عطا الله عطاه. انا غادي ندير واحد الوقفه الناس اللي باقي ما فاهمين والو. اخوان هذاك الزيف ديال الحنه تيستخدم في واحد الاستخدامات اللي خايبين بزاف، تيستخدموه الناس في السحر وفي الشعوذه وفي التفرقه وفي بزاف ديال الحوايج. انا كنت من الناس اللي ما تيتيقوش بحال هاد المسائل هادو، ولكن منين شفت شي حوايج بعينيا، منين شفت السيده عاودت لي القصه وشفت شي فيديوهات ديال هذيك البنت ولدواعي شخصيه ما يمكن لياش نخرجهم وهي طلباتني، فراه الاخوان داكشي كاين وخطير لواحد الدرجه اللي هي كبيره. نكملوا دابا شنو وقع في الاحداث ديال هاد القصه. فالعائله ديال رانيا منين عرفوا هذا الشيء غادي يردوها لمدينتها. اول حاجه الاب ديالها ما كانش متقبل هذه الفكره ديال الزيف الحنه ولا السحر ولا الشعوذه، ولكن قال لهم ضروري ما اننا نمشيو نشوفوا شي طبيب، فما خلاو بها حتى شي طبيب، والطبيب اللي داو ليها تيخرج لها غير دواء النعاس ولا المهدئات، وهذا الشيء ما كانش كافي باش يرد لها عقلها. فهنا الام ديالها داتها باش دير لها الرقيه وما خلات بها حتى شي بلاصه، وتتقول الام ديال رانيا ان بنتها حالتها غاديه وتتكفاس وحتى شي واحد ما قدر يدير لها شي حاجه. فالبنت بقات لمده عامين وهي في ديك الحاله. وبغيت نوضح لكم واحد الحاجه، ان علي ما تخلاش عليها وبقى مسانده، بقات عايشه مع الام ديالها وكان تيجي عندها بشكل يومي، تيجري معاها عند الطبه ويتوا عند الفقه، ولكن البنت حالتها غاديه وتتكفاس. الحاجه الوحيده اللي كانت ترتاح فيها رانيا هي انها تخرج واحد الكرسي وتجلس باب الدار ونفص مع الجرده اللي حدا دارهم. وركزوا معايا مزيان على الجرده اللي قدام الدار، لان عندها علاقه بشنو غادي يوقع في الاخر ديال القصه. فالعائله ديال رانيا هادشي ما غاديش يوقف غير هنايا، لا بالعكس، فالبنت بعض المرات كانت تخرج من الدار وتطيع وتتشد الترونسبور لشي قنت لشي مدينه. الوالدين ديالها لها بعض المرات كانوا يمشيو تيقلبوا عليها في كازا ويقلبوا عليها في مراكش، كانوا تيقلبوا عليها في اي بلاصه مشات ليها. البنت كانت تخرج من الدار وتيخبر لها الاثار، وبطبيعه الحال شكون اللي كان تيمشي تيقلب عليها؟ الاب ديالها مسكين اللي كان تيبغيها وكانت عزيزه عليه وكان ضر خاطرو من داكشي اللي تتعيشو بنته. وشكون اخر تاني؟ علي، داك الانسان اللي قرر انه ما يتخلاش عليها وانه يعيش معها الحلوه والمره. ولكن بعد 3 سنين ورانيا في هذا العذاب غتوقع واحد الحاجه اللي غادي تقلب هذه القصه كامله. فالام ديال رانيا تتعود ان واحد النهار تناض مع الفجر باش تصلي، فمنين صلات الصلاه ديالها هزت المصحف باش تقرا شويه ديال القران. ففي واحد اللحظه تتسمع انه وصلها واحد الميساج في التليفون ديالها، ميساج من الواتساب. هنا غادي تمشي تهز التليفون باش شكون يصيفط لها هذا الميساج في هذه الوقيته في الليل. غادي تبان لها واحد النمره مجهوله ونمره ماشي مغربيه، غادي تدخل وغادي تختم هذاك الاوديو. كي غادي تسمع الام ديال رانيا غادي تبدا تتبكي الدموع، تتبكي حيت داكشي اللي كان في وسط الاوديو غادي يخربق لكم الدماغ. شكون اللي مصيفط هذا الاوديو؟ هي صاحبتها بشرى، هي اللي مصيفطه لها الاوديو، تتعاود فيه شي حوايج انها هي السبب اللي خلات رانيا توصل لديك الحاله. وباش تفهموا مزيان ان بشرى ما بقاش ساكنه في المغرب، كي حناقت صاحبتها بواحد 3 شهور طلعت واحد الفيزا ومشات لاسبانيا. الاخوان تتعاود بشرى كلشي الام ديال رانيا، عاودت ليها وتقول لها اسمعي خالتي مزيان، انا عارف ان هادشي غادي يخرج فيا الضمير ديالي ما مرتاحش، ما تنقدرش نعس بالليل، وحتى صدي ربي حاسه انه ما راضيش عليا، ولكن انا غادي نقرر باش نعاود لك الحقيقه كامله. انا اللي زيد الزيف ديال الحنه ديال بنتك وتحرت به. في الليله ديال الحنه قبضتو درتو في الصاك ديالي وديتو لواحد السيد باش يخدم لي واحد الخدمه. قلت ليه واحد السيده باغيه تزوج بواحد الراجل، بغيتك تفرق لهم الشمل وبغيتك تعمقها. وراه داك الزيف فهمتو في الجرده، عقلتو على الجرده اللي قلت لكم تتجلس قدام رانيا وتتحس براسها مرتاحه، هذيك الجرده بالضبط هي في دفنات هذاك الزيف. فالام ديال رانيا ستسمع في داك الشيء وتتبكي لان هذيك البنت اللي سميتها بشرى رانيا كانت عزيزه عليها وكانت تعطيها ديالها حوايج تعطيهم ليها وكانت تثق فيها لواحد الدرجه ما تتصورش. وفوق هذا الشيء بشرى غادي تعترف للام ديال رانيا وغادي تقول لها الصراحه علاش درت هذا الشيء كامل. غادي تقول لها ان بنتك عطاها سيدي ربي كل شيء، الزين، التاويل، الاخلاق، عطاها والدين واعرين، وانا ما عندي والو من هذا الشيء. وفوق هذا الشيء يسر لها سيدي ربي مع واحد الانسان لاباس عليه وزويون وتعاملها مزيان، وانا اللي كبر من بنتك
ب4 سنين باقي ما جاش شي راجل يدق باب دارنا. فانا حسبتها من الاخر تنقولها لك خالتي، انا ما غاديش نقول لك سمحي لي، ولكن بغيتكم تخرجوا هذاك الشيء اللي مدفون في الجرده وتنقذوا بنتكم. انا عارف ان سيدي ربي غادي يخرجها فيا. فالام ديال رانيا كي غادي تسمع هذا الشيء غادي تمشي تفيق راجلها، وغادي يدوروا العالي اللي غادي يحضر في البلاصه، وهذيك الجرده غادي يحفروها كامله. وفعلا غادي يلقاو فيها داك الشيء، غادي يلقاو مدفونه، غادي يلقاو مرمي وسط واحد الخنشه، وغادي يخرجوه وغادي يديوه لواحد السيد. وهنا السيده حتى هي تقول لي عاودت لها القصه اللي هي الام ديال رانيا مشات في نفس الخط اللي مشات فيه بشرى. مشاو عند واحد السيد اللي تيجي هاد الاعمال ديال الدجال، عطاو هاد العجب هذا باش يفكوا لهم. وشنو غادي يوقع؟ رانيا غادي بدا ترجع لها عقلها بشويه. الام ما كانش حابه انها تمشي في هذا الطريق، ولكن ما كان عندها حتى شي اختيار على حسب القول ديالها، لانها كيف تقول ان الناس اللي الرقيه وداك الشيء ما داروا لها حتى شي حاجه. فرانيا غادي بدا ترجع لها عقلها غير بشويه. وباش نزيد نفرحكم وتكون واحد النهايه زوينه لهاد القصه، شنو غادي يوقع؟ القصه داز عليها دابا 7 سنين، رانيا رجع ليها عقلها، وفوق هاد الشيء كامل عندها واحد البنيوته زوينه، ومع مع داك الشخص اللي ما سمحش فيها من النهار الاول. الى هنا غتكون سالات القصه ديال اليوم. الام ديال رانيا هي عاودت ليها القصه، بغات تبارطاجيها مع البنات، تتقول لا ربما شي وحده قريب العرس ديالها وبغات تكون عروسه، ولا شي واحد عنده شي اختو بغى يزوجها، خصو يعرف بحال هاد المسائل هادو، يعرف ان كاينه واحد الحاجه اللي تيقولوا لها الزيف باش يمسؤول عنا، خصو فقط يبقى عند العائله ديال العروسه، الناس اللي تيبغيوها، يعني الناس اللي ما يقدروش يديروا لها شي حاجه. وهنا بغيت نطرح واحد السؤال على البنات وحتى على الدراري، واش فعلا هذا الشيء كاين؟ وزعما هادشي ديال الزيف ديال العنه واش يتخدموا به شي عمل بحال هكا، ولا هادي غير هضره تتقال؟ ولكن بكل صراحه انا من مورا داكشي اللي شفت واللي بارطاجيتو معايا الام اللي عاودت لي القصه، وشفت شي فيديوهات اللي ما نقدرش نخرجهم لاسباب شخصيه اللي ما بغاتش السيده يخرجوا، تنتيق هذا الشيء. ماشي غادي نقول تنتيقوا، وانما بديت تنتيقوا. الى هنا غتكون سالات القصه، وتنتمنى باش تبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم باش الفائده تعم وتعم. وغادي نقول لكم حاجه اخرى، ما تنساوش الهاشتاغ ديالنا قصه وعبره، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.